إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. رجعلكم فيديو جديد وحلقة جديدة من حلقات مطبخ توتة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم؟ والله وحشتوني بجد بجد، وحشتوني جدا. انا عارفة ان انا بتأخر عليكم، بس معلش بقى، يعني ايه ظروف. قلت كده اعمل معاكم اكلة حلوة النهاردة كده مع بعضينا. ابتديت كده بسلق اللحمة، طبعا بالطريقة اللي انتوا كلكم عارفينها عني. انا بحب الطريقة دي جدا جدا جدا. بحط اللحمة واحط البصلة، طماطم، لورا. معلش قطعت بقى، كان جايلي تليفون. وطبعا بحط بقى 7 بهارات، فلفل اسود. كان عندي بهارات لحمة حلوة جدا، حطيت منها حبة. بردك مستكة بقى شوية، حبهان، قرنفل. بملح اللحمة علشان خاطر أنا بحطها يعني في حلة الضغط، فبملحها. طبعا لو انت مش هتحطيها في حلة الضغط ما تملحيهاش. تمام، نزلت بمية سخنة كده من الكتل، بس أنا هزود مية تاني ان هي تغطي اللحمة، يعني مية زي ما انتوا شايفين كده وبس. وهقفل بقى على الحلة واظبطها واسيبها. اللحمة بتاخدش وقت في قلبيها، ما شاء الله عليها. نوع الحلة لو حد بيسألني يعني نوعها تيفال. جميلة جدا. زهرون. بس تعالي بقى نعمل الخطوة اللي بعد كده. هنعمل بقى تسبيكة المحشي. أنا هنا كنت فرمة بصل وفلفل حامي وفصين توم كده، 3 توم. نزلت بالبصلة وحبيت زيت حلوين كده عشان احنا هنعمل التسبيكة بتحب الزيت وبتحبه كتير، يعني مش بتحبه قليل. المحشي بيفضل يلمع معاكي كده ويبقى طعمه حلو. البصلة بتدبل يا جماعة، أنا مش بحب آه ال ال البصلة تبقى لونها أحمر، بيبقى المحشي تقيل زيادة عن اللزوم وبيعمل حرقان على الصدر. بجد كده بطريقة حلوة وسهلة، والمحشي بيبقى خفيف. نزلت كده بمعلقتين 3 صلصة. رحت حطيتهم ايه عليها، وطلعت كده المادة الحافظة، قلبتهم شوية على النار ان هو تطلع المادة الحافظة منها. وبعد كده كنت خلطة طماطم، نزلت بيها بس. وهسيبها بقى كده ايه تتسبك، والإيدام بتاعها يطلع على الوش زي ما انتوا شايفين كده. ساعتها ايه احط بقى ايه التوابل بتاعتي. وممكن على فكرة تحطيها في الاول عادي، انا بعمل الطريقة دي وبعمل الطريقة دي. حطيت مكعب مرقة كده، كنت بسلق هنا والورق العنب. الورق العنب غالي طبعا عشان مش الموسم بتاعه. كنت جايباه ساعتها ب140. شوفوا انا بقول لكم كل حاجه اهو. حطيت كده مكعبين مرقه وحبه سكر وحبه ملح. بصوا المحشي حلاوته انه يبقى فلات كده، ما يبقاش فيه بهارات كتير. انا حطيت هنا بقى ايه 7 بهارات، وحطيت كمون وحطيت فلفل اسود، وهحط كزبره، بس مش هحط حاجه تاني. دي شطة طبعا. احنا بنحب المحشي سبايسي، فبنحط شوية شطة كده ايه بيخلوا بقى ايه الدنيا حلوة كده مع الفلفل اللي احنا حطيناه في الاول. طبعا الفلفل حلو قوي في التسبيكة يا بنات، علشان خاطر بيدي ريحة حلوة للتسبيكة. قلبته هنا كده، بس شلت منها حبة علشان خاطر انا حسيت ان هي هتبقى كتيرة على يعني كمية المحشي اللي انا عاملاها. تمام. هقلب بقى الرز كده على النار. بصوا يا بنات، الرز اللي انا مستخدماه هنا كان رز الساعة. فرز الساعة بيحب اللي هو ايه، يعني بيبقى بياخد وقت شوية في السوا، فانا بحب ان انا اقلب الرز مع الصلصة على النار حبة. وبعد كده يعني احط بقى الخضرة واروح قافلة النار وخلاص على كده. فاهميني قصدي؟ اللي هو انا بحب الرز يتقلب شوية على النار مع الصلصة. ايه بس. هنا الخضرة انا كنت مقطعاها، غسلاها ومقطعاها ومنشفاها زي ما انتم شايفين كده زي الفل.
هقلبها بقى كده ويلا هنروح نحشي. طبعا اللحمه بتاعتنا كانت اتسلقت خلاص الحمد لله. هوريكم بقى هنعمل ايه. بس بصوا هنا اللحمه حطيت جزء يعني نصين في الحله دي، النص في الحله دي ونص في الحله دي. بصوا بقى يا بنات، انا كنت باخد كده على طرف الطبق اللي انا بحشي منه واحط معلقتين دبس رمان، واروح حاشيه بيه ورق العنب، والباقي الخلطه واروح حاشيه بيها الرز. ورق العنب بروح سقياه دبس رمان زي ما انتم شايفين كده، وبروح منزله عليه شوربه اللحمه. هسقي البتنجان. البتنجان ما بياخدش شوربه كتير، يا دوبك ايه ربعه كده من تحت شوربه ماشي. وحطيت طبعا قرنين فلفل هنا وقرنين فلفل هنا. ليه الفلفل يا بنات؟ بيخلي ريحه المحشي حلوه جدا. الورق العنب بقى بتسيبي صف كده ما بيبقاش فيه يعني شوربه. تمام. انا كده قلت لكم كده كل الخطوات واحده واحده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عملتوا ايه وجهزتوا ايه للمدارس؟ انا عارفه ان انتوا اكيد 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 مشغولين جدا دلوقتي. قلت اعمل شويه ملوخيه بقى كده جنب المحشي. حطيت فصين توم في قلب الشوربه وهسيبها تغلي بيهم. وبعد كده هنا كنت مقطفه الملوخيه وخرطاها انا ملوخيه خضراء. خرطتها كده زي ما انتوا شايفين ونزلت بيها ايه على الشوربه. يا دوبك يا دوبك هخليها تنمل بس كده من الطروف بتاعتها يعني زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هركنها بقى ايه على جنب. معلقه زبده بلدي بقى كده، دي زبده بلدي يا بنات جاموسي. يعني يا دوبك بقى تسيح. وبعد كده هنحط عليها ايه التوم. بص انا بحط بس معلقه زيت عليها ليه؟ علشان ما تتحرقش. انتوا عارفين ان الزبده طالما مش السمنه يعني مش متسيحه وتبقى يعني هي الزبده لسه زي ما هي بتتحرق. تمام. حطيت بقى كده معلقه التوم. وبعد كده هنزل بمعلقه كزبره لما تيجي تبتدي ايه تدخل على تحمير كده، علشان الكزبره ما تمررش وما تكتريهاش عشان ما تمررش برضه. قلبتها كده تاخد بس ريحه السمنه. وبعد كده هنزل ايه على الملوخيه. حبه ملوخيه في قلبك، حاجه كده عسل. بصوا شكلها اصلا وهم ولونها خطير. بس كده ده المحشي بتاعي بورق العنب والبتنجان. وعملت سلطة الزبادي بالخيار بس ما صورتهاش، والملوخية. ودي اللحمة يا بنات اللي كانت تحت دبس الرمان والورق العنب، كان خطيرة. وكانت شاربة كده من دبس الرمان وكان طعمها بجد تحفة وهم. وعملت سلطة وبس كده. وده الفلفل بتاعي. ويلا بقى حطيله لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.